السوشيال ميديا أسرع طلقة. الشاب النقاش اللي اسمه جلال سبحان الله من مجرد دردشة عادية مع واحد صاحبه في المهنة أصبح حديث الساعة بسبب عفويته في الكلام وقلبه الطيب ولسانه الذاكر الحامد الراضي بقضاء الله وقدره. علشان كده ربنا سخر له من عباده اللي يقف جنبه ويساعده. كلنا تقريبا عرفنا حكاية جلال. في وسط زحمة السوشيال ميديا ظهر فيديو بسيط لكن هز قلوب ناس كتير. شاب اسمه جلال شغال نقاش قاعد بيفطر فطار متواضع ب10 جنيه، عبارة عن عيش وطعمية وعلبة جبنة بتقعد معاه أيام. مش علشان بخيل لكن علشان عنده هدف أكبر بكتير. جلال مش بيحوش فلوس علشان يشتري حاجة رفاهية ولا حتى يوسع على نفسه، هو بيحوش علشان يعمل عملية في عينه بعد ما عمل 4 عمليات قبل كده، ولسه فاضله العملية الأخيرة واللي تكلفتها ب150,000 جنيه علشان يرجع يشوف تاني. اللي يوجع القلب في نفس الوقت إن الشاب ده رغم كل اللي فيه راضي وبيقول الحمد لله وبيأكد إنه يقدر يعيش أحسن، لكن اختار يضغط على نفسه علشان يحقق حلمه وكمان بيساعد أهله. القصة دي مش مجرد فيديو، دي درس في الرجولة والصبر والكرامة. جلال نموذج للشاب اللي بيرفض يمد إيده وبيقرر يعتمد على نفسه مهما كانت الظروف قاسية. ومع انتشار الفيديو بدأت بوادر الخير تظهر. في أخبار بتقول إن جهات طبية وأطباء أعلنوا تبني الحالة، وكمان في حديث عن تدخل المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة لعلاج جلال بالكامل. ولو ده حصل فهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير. الحقيقة إن السوشيال ميديا رغم كل عيوبها احيانا بتبقى سبب في ان النور يوصل لناس تستاهل، وجلال واحد من الناس دي. كل التحية والتقدير والاحترام للشاب المكافح ده، وكل الشكر لاي حد ساهم او هيساهم في مساعدته سواء بكلمة او بمشاركة او بدعم حقيقي. رسالة واضحة، الجدعنة لسه موجودة واللي زي جلال يستحق اننا كلنا نقف جنبه.